صباح الخير. اهلا بيكم في ليدي مرمر. زي ما شفتوا في المقدمة كده انه كان لازم اشكر اتنين حلوين قوي وانا متابعاهم من زمان. هبة من قناة بيتي كل حياتي، وامينة من قناة منا ستايل. حقيقة الفيديو الاولاني كان فيه مشكلة في التصوير، ما كنتش عارفة المشكلة سببها ايه، وده كان اول فيديو ليا اصوره. الحقيقة لجأت لهم وهما الاتنين ما خذلونيش كلهم، مفيش دقايق، هما الاتنين وردوا عليا، والاتنين كانت نفس الإجابة. وفعلا لما جربت لقيت إجابتهم صحيحة. شكرا جدا انكم جاوبتوني. كان ممكن قوي يكبروا دماغهم، كان ممكن قوي ما تردش، تشوف الرسالة وما تردش أي واحدة فيهم، لكن هما الاتنين ردوا عليا. دي كمان أمينة بعتت لي رسالة صوتية، اهتمت وسجلت الإجابة بطريقة صوتية وبعتتها لي. شكرا هبة جدا، شكرا أمينة. في ناس كده في بداية في حياتك يبقى ليهم فضل عليك حتى لو في حاجات صغيرة، انتوا من الناس دي. شكرا جدا. نيجي للفيديو بتاعنا النهاردة. النهاردة أنا هعيد تاني التصوير اللي فات، علشان التصوير الفيديو اللي فات ما كانتش الصوره واضحه خالص، وما كانتش حلوه، ما كانتش عجباني انا شخصيا، ما كانتش باينه، ما كانتش موضحه الفكره بتاعتي. فان شاء الله النهارده التصوير هيبقى افضل. خليكم معايا وهنشوف. احنا النهارده هنتكلم عن تنظيم وترتيب ظرف الخزين في المطبخ. انا هوريكم الافكار اللي انا منفذاها، ويا رب تعجبكم ويا رب تستفيدوا مني اي فكره. انا واقفه هنا كده قدام ظرف في المطبخ اهي. الظرفه دي ظرفه كبيره مش صغيره. دي ظرفه الخزين بتاعت خزين المطبخ. تعالوا اوريكم انا مقسماها ازاي. افتح. الظرفه دي مكونه من رفين من بعيد اهي، مكونة من رفين. شايفين الرف اللي فوق شايل 3 علب كبار. العلب دي انا مخزنة فيها دقيق والسكر والرز، وكاتبة وحاطة الليبلز دي على كل واحدة اهو، علشان ابقى عارفة ان ال3 علب شكل واحد. العلب دي حلوة قوي وسهلة جدا في تنظيفها، وبتشيل معايا ومنضفة لي الدنيا جدا. العلبة منهم بتشيل 3 كيلو. ده الاستهلاك تقريبا الشهري بتاعي، خاصة في الرز. ممكن في حاجة تانية يبقى اقل شوية، بس انا بجيب بال3 كيلو واخزنهم فيه واسحب. لو نزلنا للجزء اللي تحت شايفين ده فيه، لو هنقرب كده منه شوية من قدام كده، انا حاطة فيه ده البن، الملح، السكر، وده ملح صفرة جايباه من كارفور. تعالوا نشوف وراهم ايه. هي الحقيقة العلبة الظرفة شايلة حاجات كتيرة بسبب الفكرة اللي انا عاملاها. شايفين يا جماعة العلب دي موفرة جدا في المكان. عايزة اقول لكم في منها احجام، وفي احجام اكبر من كده كمان، بس انا جبت الاحجام دي عشان هي اللي انا محتاجاها تقريبا. شايفين العلبة اهي، ده شكلها. هي علبة مستطيلة كده بالطول. ده الحجم الصغير اللي فيها، وده شايل 1.2 تقريبا، بيشيل نص كيلو. المعيارات اللي بتتقاس باللتر غير اللي بتتقاس بالكيلو جرام. الحاجات دي بتتقاس باللتر عندهم، بس لما نيجي فعليا نشوف هي بتشيل قد ايه كمية، هي بتشيل نص كيلو. وكمان حاطة ليبلز عليهم اهو. يعني مثلا ده فريك، اللي جنبها دي برغل، هنا في حبة البركة. شايفين لو هتشوفوا الظرفة بتاعتي شايلة كام حاجة. انا عاملاهم دورين، حتى الحاجات الكبيرة تحت شوية اللي هي ببقى محتاجة اخزنها بكمية اكبر، والحاجات دي فوق. شايفين هنا دقيق ذرة اصفر، بقسماط، دقيق رز سوري، ملوخية ناشفة، عناب، ورق لورا. شايفين ده الحجم ده هوريهولكم. الحجم ده اكبر شوية من اللي فات. ده بيبقى مكتوب عليه 1.7 لتر.
بصوا انا حاطه فيه الخلطه، ده البقسماط بتاع البانيه، الخلطه اللي انا بعملها تقريبا شايله كيلو، شايفين؟ وحط عليها ليبلز كده. الحقيقه العلب دي علب تركي، مش فاكره بصراحه كان ثمنها كام. اعتقد كنت جايبه الحجم ده ب23 والحجم الصغير ب17 او ب18. الحقيقه انا لما جبتها جبت كميات مره واحده، عملت حصر كده بالحاجه بتاعتي اللي انا محتاجاها، اللي انا بخزنها ومحتاجه لها علب قد ايه واحجام قد ايه. كانوا مكلفين في الاول بس ريحوني كتير. لا تلاقي بقى كيس اتقطع، ولا تلاقي حاجه سربت، ولا تلاقي نفسك عندك حاجات جوه ومش عارفه هي انها موجوده ولا لا. دي كانت الضرفه الاولى في الخزين. خليكم معايا نتنقل لضرفه كمان. ديت هنا كده تاني ضرفه، شايفين؟ انا برضو عامله فيها نفس الفكره مع اختلاف حبه حاجات. الحاجات دي انا بجيبها كده جاهزه في علبها، فمش محتاجه ان انا افرغها. بصوا هنا الحاجات دي فيها الحاجات اللي بستخدمها في الحلويات، يعني مثلا الكريم جونتي، الكاستر، النشا، البيكنج باودر والفانيليا، دول الاحمر والازرق دول بيكنج باودر وفانيليا. دي بصوا فيها ايه، لبن باودر وكاكاو خام، حطاهم في نفس العلب اللي قلت لكم عليها. مش بس كده، لو نشوف ورا، شايفين؟ هوريكم جزء ورا كمان انا مخزنه منهم. بصوا قد ايه هي بتوفر مكان. شايفين هنا فيهم سكر بودره، سميد، كمان في شوكولاته فرماسيل، في هنا جوزة الهند، في حاجات تانية ورا. لو اوريكم اهو في ورا حاجات تانية. وعلشان مش كانوش هيبانوا لان الضرفه دي عاليه شويه، فانا عملت فكره. شايفين الاسود في ذهبي دي علبه شوزات فاضيه عندي، فانا عليت بيها الحاجه بحيث تبقى دور تاني من ورا. بصوا قد ايه انا مخزنه كميه حاجات في نفس الضرفه، موفره لي كتير جدا. دي كانت ضرفه الحلويات. تعالوا نروح لضرفه المشروبات. احنا هنا كده قدام ضرفه المشروبات، ودي علشان حاجه دوريه احنا بنستخدمها على طول. حاجه يعني ايدينا فيها، فانا حطيتهم كلهم مع بعض. الشاي والنسكافيه وكل يعني واليانسون وكل المشروبات اللي انا بستخدمها في بيتي. بس انا عملت فيهم فكره مختلفه شويه. شايفين يا بنات دول؟ شايفين دي اللي هي ده الجزء اللي هو بيتحط في درج المعالق، بيتنظم فيه المعالق. انا ما كنتش محتاجاهم للمعالق لان منظمه المعالق عندي بطريقه مختلفه. انا جبتهم واستخدمتهم للمشروبات. الفكره دي فادتني كتير جدا. بصوا انا بفرغ هنا، يعني هنا مكان الشاي الاحمر بتاعنا بحطه كده بالباكيت بتاعه عادي كده اهو. ده ينسون ونعناع وحاجات كده، انا بحب الحاجات دي وبنحب نشربها. ده النسكافيه، ده بعديه شاي، الشاي اللي هو بالفاكهه ده. بصوا هنا الشاي الاخضر انا شايلاه من الباكيتات بتاعته، شايلاه من العلبه بالباكيتات كده علشان الحقيقه علبته كبيره شويه، فاخدت الباكيتات كده طالما مقفوله. هنا في نعناع ناشف، هنا في لبن بودره، النسكافيه، وده هنا السكر اللي هو في اكياس ده، والاواعي بتاعت الكوبايات دول. دي كانت ضرفه المشروبات. كل حاجه في مكانها، كل حاجه متنظمه، وكل حاجه مترتبه مكانها. مفيش حاجه اتكبت، مفيش حاجه، كل حاجه واضحه قدامي. اللي بيخلص ببقى عارفه انه خلص. كل يعني التنظيم والترتيب مفيد جدا، بيوفر وقت. احنا دلوقتي من قدام تالت ضرفه او رابع ضرفه تقريبا للتخزين. الحقيقه الفكره دي معموله في باب الضرفه مش في الضرفه نفسها. وانا احنا بنأسس للمطبخ ده، شفت الفكره دي عند المحل اللي بيبيع اكسسوارات المطابخ اللي بيستخدمها، اللي بيحتاجها الفني بتاع الالوميتال. فشفت الفكره دي وعجبتني جدا. بتتعلق في الباب ده زي ستاند كده من دورين اهو، في منه اعتقد 3. ده بيتعلق في باب الضرفه. بص حاطه فيه ايه، انا حاطه فيه كل المعلبات اللي هي مش محتاجه تتفضى في علب، مجرد ما استخدمها خلاص يعني هرمي العبوه بتاعتها على طول. شايفين الحاجات دي بتكركب الدنيا برضه لو حطيناها في ضرفه عاديه.
بتكركب الدنيا جدا، وحاجه تتزحلق وحاجه تقع. شايفين حاطه فيها الكريم كراميل والايس كريم والجيلي والحاجات دي كلها. بصوا كمان في الضرفه التانية في الناحيه التانية بتاعتها انا عامله نفس الفكره برضو، اللي هو الستانلس ده الدورين، حاطه فيه برضو هنا. شايفين العبوات دي اللي هي بتاعت مرق الشوربه دي برضو مجرد ما بستخدم الكيس برميها. علبه الجوانتيات الطبي بتاعتي هنا برضو عبوات وكياس. بصوا هنا في كراتين الخلطات اهي، شايفين كرتونة الخلطات اللي هي الحاجات الجاهزة دي. ودي الحقيقة كانت الضرفة دي سهلة ولما لي الدنيا كلها، الدنيا يعني مفيش اسهل من كده. وهنا معدنا مع اخر فكرة معانا في الفيديو، وهي تنظيم البهارات. انا عندي السلة الدوارة دي تقريبا عند ناس كتير منكم اهي، شايفين السلة الدوارة دي كده. دي فكرتها اللي عندي انا 3 ادوار في 4 جوانب، يعني فيها تقريبا 12 نوع بهارات، بس هما فيهم نوع مكسور فبقوا عندي 11 واحد. انا مخزنه فيهم البهارات بترتيب معين برضو اهي. ده بيبقى شكل العبوه بتاعتها اهي، مش كبيره قوي، صغيره. فبرضو عامله الليبلز بتاعه الكتابه دي، الستيكر اللي بيتحط بيتكتب عليه دول كده اهم. مقسماهم بطريقه معينه، يعني مثلا الثوم البودر والبصل البودر والجنزبيل. عايزه اعمل زوم اهو، الثوم والبصل والجنزبيل. هنا حتى مثلا الكزبره والقرفه، حتى بهارات اللحمه، بهارات الفراخ، بهارات السمك، وحتى مثلا الكاري والبابريكا والكركم تقريبا في فكره واحده. وهم دول البهارات بتاعتي. بس الحقيقه انا عندي كميه بهارات اكتر من كده شويه، فما اقدرش احط كميه البهارات اللي عندي اكتر من كده. فبرضو علشان احفظ نفس الترتيب مش هجيب ستاند تاني زي ده، لا عملت حركه حلوه قوي، جبت ستاند شبه اللي متعلق في الدولاب اللي شفتوه تقريبا، بس ليه حامل كده بيتعلق على الماسوره في المطبخ. هو دورين وكان في منه 3. وجبت العلب دي، بصوا العلب دي شكلها حلو قوي، عجبتني جدا. بصوا ليها وقفتين، ليها ممكن تقف كده وممكن كمان تقف بالشكل ده. بصوا ليها هنا كده اهي، ليها قاعده كده تقف عليها. وبرده حطيت عليهم، هو الطقم 4 علب، انا جبت منهم طقمين. بصوا حاطه فيها الفلفل الاسود والكمون والشطه والحبهان، حتى الزعتر وجوز الطيب وبذر الكتان. وهنا برطمان ينسون كان اتكسر مني، اتبقى منه حبه حطيتهم فيه. الحاجات دي برضو انا بستهلكها بشكل دوري في المطبخ وانا بطبخ، ف جبتها وسجلت عليها كل حاجه. وبكده كل فكره البهارات سوري، فكره تخزين الخزين، ترتيب الخزين، انا اسفه، ترتيب الخزين خلصت. قلت لكم الافكار اللي انا استخدمتها، استفدت كتير من خبرات ناس قبليه، وخدت الفكره وكيفتها وظبطتها على حسب مطبخي وحسب امكانياتي. اتمنى الفكره تعجبكم، واكون فدتكم بحاجه ولو بسيطه، حتى ولو فكره صغيره تاخديها مني تساهم في تطوير حياتك. عايزه اقول حاجه اخيره، الترتيب والتنظيم حاجه مهمه جدا، مش حسوكه زي ما ناس كتيره بتقول، لكن بيوفر عليكي وقت، يوفر عليكي جهد كبير، يوفر عليكي على الاقل كل حاجه موجوده. الحاجه لما بتخلص هي عارفه، فانت شايفاها قدامك وعارفه هتجيبيها امتى. رتبي حياتك ونظميها، حياتك حلوه تستحق انك تعيشيها بشكل افضل.